حاجات اتمنى اي راجل يكون عارفها قبل خطوه الارتباط والجواز. الراجل بيحتاج يبني عاداته وفلوسه وجسمه قبل الارتباط. لو ما عملش كده فهو مش مستعد يشيل وزن علاقه جديده في حياته. الراجل اللي ما عندوش شويه سيستم وروتين في حياته هيستنزف سلامك الداخلي كله، لانك هتلاقيه كل يوم في حال. الانسان اللي ما عندوش هدف هتلاقيه دايما بيدور على التقدير بدل ما يديكي امان. والبني ادم اللي ما بيعرفش يسيطر على جسمه اكيد ما بيعرفش يسيطر على رغباته. الارتباط بيحتاج حد عايش حياه غالبيتها شكله مظبوط، مش في فوضى مستخبيه في شكل كويس وكلام جميل. الراجل قبل ما ياخد مسؤوليه حد تاني معاه محتاج يتعلم يدور حياته ويظبطها الاول بشكل تمام. الحب لو اتبنى على شويه مشاعر بس بيموت. الحب بيحتاج ثبات ومواقف وحاجات تانية كتير كويسه تدعمه ان هو يكمل. في صنف كده من الرجاله لما بيسمع الفيديوهات دي اوقات بيزعل من الكلام ده، هتلاقيه كده عنده شويه مبادئ غريبه، انك ما تشتغليش، ينشفها عليك، يركب لك دايما وش. والبني ادمين دي هتلاقيهم دايما طالعين من اسره ملوثه او عباره عن شويه فلاحين. دعموا المحتوى المحترم انك تعملوا له لايك وشير، واكتبوا رايكم دايما في الكومنتات، انا بقراها كلها ايا كانت هي ايه. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله اكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.